يا مساء الخير عليكم وعلى عيونكم والحلو اللي انتوا شايفينه بقى ده. تعالوا النهارده معايا يوم جديد وفيديو جديد، واقول لكم بقى عملنا الفروت سلطات الجامد ده ازاي جوه الفيديو. تابعوا معايا الفيديو للاخر، ولايك وشير، وما تنسونيش بقى بتعليقاتكم الحلوه اللي بتشجعني دايما. وزي ما انتوا شايفين كده النهارده هعمل غدا وهعمل حلو. اول حاجه كده في غدايا النهارده قررت كده ايه اشوي فرخه على طول. بس يعني ايه، عارفين ان انتوا لما يكون ايه عايزه تنجزي في المطبخ ومش عايزه تقعدي كتير، هي دي اكله الانجاز. تعالوا بقى اقول لكم عملت الفرخه دي ازاي. بقول لكم اهوت. اول حاجه كده هتبلها معاكم ملح وفلفل ولورا بس، و دبس رمان وزيت. انا عملت وصفات كتير بدبس الرمان قبل كده، بس دي بقى ايه اسهلهم خالص خالص خالص، اللي هو اللي انت داخله مالكيش نفس تعملي حاجه يعني مستعجله، لا اعملي الاكله دي. جبت كده في قاع الصينيه بتاعي بقى زيت، وقطعت كده هي بصلايه واحده. هطلع لكم بقى فرخه مكرمله بصل مكرمل، حاجه كده جامده جدا. كان طعمها حلو قوي. بسجل لكم الفيديو تاني يوم. عملت بقى حلو وحادق، وطبعا هتشوفوا معايا لاخر الفيديو. قطعت البصلايه كده وهبتدي افرشها كده في الصينيه، واحط بقى الحاجات دي. بس انا النهارده قررت ان التتبيله تبقى سهله قوي قوي، واللي هو ايه ما تاخدش اي حاجه معايا، وفي نفس الوقت يبقى ليها طعم وانا باكلها. وجبت الفرخه كده وفتحتها، وهبتدي ادعكها بقى ايه بالملح والفلفل. قولوا لي بقى مين. تعالوا نفضفض كده مع بعض النهارده بقى في الفيديو، طبعا انتوا شايفين الخطوات يعني. آه تعالوا بقى قولوا لي مين. ستات بيوت يعني، مين بقى زي بيحصل له كده ايه اللي احنا مش عايزين نخش المطبخ النهارده، وساعات يوحشك المطبخ قوي يعني. مين بقى زي كده يعني؟ انا ساعات بيجيلي اوقات اللي هو يعني انا بحب اعمل اكل، وبحب دايما البيت يبقى فيه خير كده، وبحب يعني نبدع كده. بس ساعات ببقى زهقانه ومش طايقه ومش عايزه اخش المطبخ ده خالص، واللي هو داخله تأدية واجب هعمل لقمه العيال وخلصت. يعني ببقى بجد خلاص بقى اللي هو يعني بتيجي ايام علينا كلنا كده كستات بيوت، اللي هو خلاص مش قادره، بس لازم غصب عنك هتخشي تعملي، عشان طبعا بيتك وولادك وجوزك وجوزك راجع من الشغل، طبعا لازم يلاقي اكل ولازم يلاقي البيت نضيف. بس اللي هو بقى بتبقي ايه مخنوقه، طب ازاي نطلع من المود ده؟ يعني انا قعدت كتير فيه الفتره دي، قعدت كتير فيه في المود ده. بس لقيت بقى نفسي لا، طب انت ما تفكري كده، انت يعني قاعده في البيت على طول. طيب طوري يعني روقي على حالك يعني. مثلا انت قاعده في اوضه، اطلعي من الاوضه اللي انت فيها، اقعدي مثلا في حته انت ما بتقعديش فيها خالص، او اللي هو الركن البعيد الهادي في البيت، اقعدي كده فيه واذكري الله كده واهدي. اعملي حاجه بتحبيها، مج نسكافيه، دلعي نفسك بمعنى اصح عشان تخشي تاني تقدري تكملي في المود بتاعك. بالذات بقى احنا والليله اللي احنا بنبقى فيها من ساعه ما بنصحى اساسا، اللي هو ما بتقعديش تروقي نفسك كده واللي هو تقعدي تتنحي الاول، واوه هقوم بقى اخد الكوفي بتاعي واخش بقى التويليت، اخد دش بتاعي شاور. ما فيش الكلام ده، لا اللي انت هتقومي اصلا من على السرير، يا لو عرفتي تغسلي وشك يبقى كويس. بصوا يا جماعه اعذروني في الفيديو ده عشان انا خلاص اللي هو ايه على اخري يعني. لا انت هتقومي حضرتك ام العاديه، ست البيت العاديه، هتقوم على ملا وشها طبعا الصبح بالذات في الشتاء، دراسه يلا لانش بوكسات يلا البسوا، والمهاتيه بتاعت الصبح ونقعد بقى الزعيق. طيب يخلصوا ابوس ايديكم اتاخرتوا يخلصوا انزلوا. نزلوا العيال، طلعت انتي تجري بسرعه برضو على ملا وشك. انتي اساسا مش فايقه اساسا تشوفي قدامك، يعني عايزه تلمي بسرعه مكان ما هم سابوه. تخشي على المطبخ برضو لو في طبقين هتخلصيهم. فالدنيا معاكي بايظه على الاخر. فلو لا انا ساعات كده بقوم سايبه اللي في ايدي، هنا بعمل الشربات بتاعي الحلو بتاعنا. طبعا انا كان نفسي في البسبوسه جدا، هرجع تاني اللي هقول لكم عليه. فقررت كده اعمل النهارده ايه صينيه بسبوسه مدلعه. كوبايتين سكر، اللي مش عارفين الشربات عشان يطلع تقيل وحلو معاكي، كوبايتين سكر وكوبايه ونص ميه ونص ليمونه. وفي الاخر هتقومي نازله بكيس فانيليا. وعايزه الشربات بتاعك كمان يبقى دسم، حطي فيه معلقه زبده او معلقه سمنه بلدي، ايا كان عندك ايه. انا عن نفسي النهارده هعمل بالزبده الصفرا. ودي بقى كوبايه سيرم من اللي انا عملته، اللي هو الشربات يعني عشان اعجن بيه البسبوسه. والبسبوسه عندي الكيس الجاهز دوت مع كوبايتين زبادي، مع نص كوبايه السيرم دي. وكمان مش هيكملها، هتشوفوا معايا برضو مش هيكملها، وهتعجن وهتبقى جميله جدا. نرجع بقى لموضوع الزهق من البيت والعيال.
عشان بجد والله العظيم احنا كلنا كأمهات بنعاني من نفس الموضوع. اكيد كل اكيد ده، يعني انا بقول مش المره دي هعمم، يعني ما بحبش اعمم، بس المره دي هعمم. ليه بقى؟ علشان بجد كلنا بيحصل لنا كده، مع الضغطه، مع البيت، مع الولاد، فلازم تفصلي بقى ايه، تعملي يوم في الاسبوع كده تدلعي نفسك فيه، اللي هو مش هعمل اي حاجه، تكوني مخلصه قبلها بيوم حاجتك، مش لازم تكوني مضغوطه برضو اللي هو هتجري عشان تخلصي، عادي اللي يتعمل المهم، يعني المهم الحاجات المهمه يعني تكون خلصانه. يعني الهدوم مكويه محطوطه في الدولاب، غاسله المواعين، ما وراكيش حاجه، هي يا دوبك بس هتطبقي غدا اليوم ده بقى تقعدي فيه كده ريلاكس، ما تعمليش اي حاجه. انا عن نفسي بعمل كده، يعني ماسكاتك بقى، تروقي على حالك، ان شاء الله تقعدي تنحي في السقف. المهم ان انت تفضي الطاقة السلبية اللي جواكي، فضيها في اي حتة. مش طايقة البيت خالص، اخرجي، زوري اهلك، زوري قرايبك، زوري صاحبتك، الغوا مع بعض. يا جماعة الحياة بضغوطاتها بقت صعبة، واليوم كمان عايزة يوم فوقيه عشان تخلصي، فما ينفعش ان انت ورا بعض ورا بعض ورا بعض ورا بعض، خلاص هيجيلك انهيار. هتيجي في يوم كده اللي هو هتسيب لهم الدنيا تضرب تقلب عليها وطيها، وهتقولي والله ما انا عاملة حاجة. براحتكم بقى عيشوا. يعني لا، بدل ما يجي اليوم ده. طبعا ابني هنا ما سابنيش خالص، غير الكبير، الصغير ما سابنيش خالص، وصمم للاخر، يعني صمم معايا لاخر الفيديو قاعد معايا. قلت له عادي يا حبيبي، الناس اتعودت خلاص، احنا كسبنا الجنة مناعة وكسبنا التناحة، واطلع براحتك. فزي ما بقولك والله كده، جربي الموضوع ده. انا عن نفسي بعمل كده، لاني لما بكون خلاص زهقت وتعبت والحياة فاضت بيا، بقوم مغيرة الوجوه اللي أنا بشوفها كل يوم، لأن ما شاء الله من أول ما بننزل الشارع دلوقتي بيقابلك وجوه، يعني ما شاء الله كمية طاقة سلبية بتيجي في وشك. يعني ما شاء الله تلاقي اللي انت بتشتري منها في سوبر ماركت الناس مبوزة، خارجة على الطريق مش عارفة في غمز ولمز وحاجات كده غريبة. الناس مش طايقة روحها في المواصلات. هي طبعا الحياة صعبة وغصب عنهم، بس ساعات انت مش عايزة تشوفي كده. طب انا عملت ايه؟ لا، حتى لو هقعد في كورنر كده على وحدي في البيت، اللي هو ما اعملش اي حاجة والدنيا هدوء كده من حواليا، هقرأ في المصحف بتاعي، هصلي، هذكر ربنا، هعمل الحاجة اللي انا بحبها، يعني اقصد اللي انا حاجة اللي انا بحبها. هاشرب كده مج نسكافيه، قهوة، أي حاجة. هاسمع كده فيروز على الصبح، يعني هاشوف إيه الحاجة اللي أنا باحبها والأغنية اللي أنا باحبها هاشغّلها، يعني إيه الحاجة اللي أنا باحبها، أمتّع نفسي كده، وبعدين بقى أقوم إيه، أشوف اللي ورايا. طبعًا أنا ما باقولش كده كل يوم، عشان الناس اللي ما تفهمش كلامي غلط. مش كل يوم بقى واحدة هتقول لي طب احنا بقى يا اختي كل يوم هنسيب اللي في ايدينا ونقعد نعمل الحبتين دول بتوعك. لا يا حبيبة قلبي، انا بقولكيش كده، انا بقولك اليوم واحد، يوم واحد يتيم في الاسبوع ترفهي بيه عن نفسك، وبعدين ترجعي تاني للحياة اللي انت فيها، سواء صعبة او سهلة عليكي، بس برضو هترجعي بطاقة كده ونشاط. طبعا مفيش امكانية للسفر، مفيش امكانية الويك اند في حتة معينة، لا ابسطها نترزع في البيت ماشي. هنقعد على جنب كده ماشي، بس يعني هنظبط حياتنا كده وهنظبط نفسنا ونروق على حالنا. البسبوسه بقى عشان ايه؟ ما ينفعش افردها كده واقعد اعجن فيها كتير، لازم كده اول ما تشرب بقى السمنه بتاعتك والسيرم بتاعك، تقومي يعني تقوم ايه سايله كده في بعضها، تنزلي بيها على طول في الصينيه، وتكوني دهنه الصينيه بتاعتك زي ما انت شايفه. و اللهم صل على سيدنا محمد. آه، تقومي حاطه العجينه بتاعتك، تبداي كده تهزي الصينيه بتاعتك، عشان ايه؟ العجينه هي ايه يعني تسيب لوحدها في الصينيه كلها. لكن لو عملتيها بقى بمعلقه كده وعملتي، لا هتطلع معيشه معاكي. وكده خلاص بقى حطيتها في الفرن، وحطيت كده سوداني على الوش. هعمل بقى طبق سلطه يا جماعه جامد جدا. جبت كده خضاري، وطبعا غسلاه كويس جدا، الخس بقى طلع دلوقتي ومغرق السوق. وما تنسونيش بشير يا جماعه، شير ولايك. اللايك ما بيعملش حاجة غير ان هو يعني بيعلي الفيديو عشان يتشاف بس، لكن ما فيش حاجة عليه، يعني تفاعل للفيديو من فضلكم. قطعت كده الخس بقى بتاعي، معرفش ليه كان نفسي في السلطة جدا، يعني هي الأكلة النهاردة لازم جنبها سلطة، بس أنا كمان عاملة طبق السلطة ده بمزاج، يعني علشان كان نفسي في السلطة، يعني مش عارفة يعني معرفش، يعني كان هفتني كده على طبق سلطة، نفسي آكل سلطة. ممكن عشان كان بقالي كام مرة ما عملتش السلطة مع الأكل، ممكن.
وفلفل اصفر وفلفل اخضر وفلفل احمر، وبصوا مظبطاها على الاخر. ف قولوا لي بقى رأيكم كده معايا، انتوا معايا في الحكاية دي ولا لأ؟ ان احنا ناخد راحة كده واجازة من نفسنا، يعني مش هتاخدي طبعا راحة من البيت ولا من العيال، ولا هتقولوا لهم انا باي انا طالعة ويك اند لوحدي وانت اقعد بقى عيش مع اولادك، ولا الجو ده مش هتقدري اصلا، لانك قلبك قلب بيتك وقلبك على اولادك، فانت مش هتقدري اساسا تعملي كده. ولو قدرتي هترجعي من نص الطريق. يعني شفتوا المشهد بتاع مي عز الدين؟ ايه ده على اساس ان عدى ايام لما سابت تامر حسني كده بعياله ومشيت ورجع تاني. ده على اساس ان عدى فتره يعني. هو احنا كده يعني مش هينفع اصلا نسيب ولادنا ونمشي، لا احنا من على السلم هنرجع لهم، حتى لو انت مخنوقه منهم ومخنوقه من البيت. لا انت مش هيهون عليكي طبعا، كل ام ولادها غاليين عليها وبيتها كمان عزيز عليها، فطبعا لازم بقى ترفعي عن نفسك بنفسك عشان تبقي ايه، ترجعي كده كلك نشاط. وكده طبق السلطه الخضراء دي خلص، هنخش بقى على سلطه الفاكهه. زي ما شفتوا في اول الفيديو كده قلت لكم اعمل طبق سلطه فواكه، تعالوا نشوف عملناها ازاي. اي فاكهه عندك في التلاجة، اي فاكهه. انا المره اللي فاتت لما عملته عدى سريع عليكم، عشان كده حبيت المره دي اجيبه بتفاصيله وعملته من الاول ازاي. طبعا هو مش محتاج اي سلطه، يعني هي عباره عن تقطيع سواء فاكهه او خضار، بس يعني حبيت اشارككم معايا الفيديو بكل تفاصيله النهارده. انا ما كانش عندي حاجه بقى ايه، يعني عندي فاكهة ماشي في التلاجة، بس ما قدرتش احطها كلها لان طبعا البيت عندي بنحب ده ما بنحبش ده، فجبت اللي بيحبوه وحطيته. جبت برتقانة كده واحدة، قلت كده اقطعها نصاص عشان طبعا ايه المزازة بتاعتها، والموز اللي عندي والجوافة والتفاح الاصفر. هو الطبق النهاردة كان اصفر يعني، بس حبيت برضو اكسره باللون في الاخر هتشوفوا معايا. عايزه اقول لكم كمان التين البرشوم انا قعدت ادور عليه، كان نفسي ادخله زي المره اللي فاتت في طبق الفاكهه. مش عايزه اقول لكم كان طعمه عامل ازاي، كان طعمه تحفه جدا ومدي حلاوه لطبق الفاكهه رهيب رهيب. كان مدي طعم جدا جامد جدا للطبق السلطه بتاعي، سلطه الفواكه يعني. قطعت كده بقى البرتقان وكمان الجوافة المرة اللي فاتت قطعتها ونسيت خالص اشيل البذر بتاعها. المرة دي بقى هشيل البذر بتاعها كده، هجوفه كده معاكم بالمعلقة وهنقطعه مع بعض. حبيت كده اعمل زي عارفين طبق القنبله اللي هي بتقولوا عليها احنا في المصريين، يعني بيقولوا قنبله على اساس ايه، اللي طبق الفاكهه عندنا بمحلات العصاير بتبيعه رز بلبن من تحت، عليه فواكه، عليه عصير من الفاكهه برضو، وعليه قطعه كنافه وقشطه او بسبوسه وقشطه. فعشان كده مسموه، احنا المصريين طبعا ما بنغلبش بنطلع اسامي يعني جامدين قوي، فسميناك ايه قنبله. انا طبعا الدول العربيه اسمه فروت سلطه عادي بقى، اكيد ما بيعملوش ده طبعا، يعني اكيد فواكه بس وعليه كريم شانتيه بس وخلاص زي ما انا هعمله كده. فجوزي قال لي نفسي فيه، بس قلت له مش هنشتري من بره تاني. احنا قعدنا فتره نشتري من بره، وطبعا الدنيا غليت ليه، طب على ايه، هو في عندنا الفاكهه دايما على طول الحمد لله. لو جبنا نص كيلو من كل حاجه هنعمل احلى طبق فاكهه. وبرده عملته له زي بره بالظبط وطعم بره بالظبط، فكان حلو جدا الحمد لله وطعمه كان رائع ولسه بقيته عندنا يعني. فما شاء الله الطبق بيغيب يعني. جوفت بقى كده بالمعلقه البذر بتاع الجوافه عشان ما يضايقش ايه، ما يضايقناش واحنا بناكل بقى، وعشان كده طعمه كمان يبقى ايه حلو. كل حاجه بقى سلسه معانا كده طالما مقطعين بقى ومدلعين كده نفسنا اللي احنا ناكل على طول، فنكمل بقى. عمال يقول هات يا ماما هات، هو عايز يقطع معايا وخلاص، بيحب يشارك بقى في كل حاجه يعني ما شاء الله، هي الجينات عنده. قلت له خد صباع موز كده تصبر بيه عقبال ما نكمل طبق السلطه بتاعنا. يا ابني سيبني في حال الله يخليك، مفيش فايدة يا ابني، انزل من على الرخام، مفيش اي فايدة. حتى بابا جه وانا بزعق يعني، والله العظيم بجد ربنا يهديهم والله، يعني ربنا يهدي اولادنا جميعا، عشان بجد بتبقى الام خلاص يعني سايبين لي المساحة دي. انا عامله لكم الفيديو ده تحت تهديد ابني يعني مش تحت تهديد السلاح، تحت تهديد ابني. وبرده التفاح كده يعني ظبطته ونضفته، وقلت هحطه بقشره عشان تبقى القيمة الغذائية بتاعته كاملة.
القشر يا جماعة اللي احنا بنشيله ده وبنستهون بيه والله بجد بيبقى فيه قيمة غذائية عالية جدا، واحنا بنحب بس ايه نضيع الفايدة علينا. قولولي بقى كده في الكومنتات، عايزاكم تشاركوني تاني في الكومنتات الناس اللي بتنساني، وفي ناس دايما يعني لما بيستنوا الفيديو بيبعتولي كومنتات بفرح جدا جدا جدا. و... ويا رب كده فيديوهاتي تعجبكم، ويا رب دايما كده ايه عند حسن ظنكم. الموز بقى بيدي طعم، يعني من غير الموز في طبق الفاكهة ده أنا بحس ان لا عادي، مش يعني الموز بجد بيحلي قوي طبق الفاكهة. قشرت كده الكمية كلها، وهبتدي بقى ايه اضرب العصير بتاعي واحطه على الفاكهة اللي انا قطعتها دي. هو بس ايه يعني ايه ما شاء الله، كان الموز يرموا بقى القشر عند ماما. انا قلت لهم هاتولي طبق كده عشان احط فيه القشر. اقول لكم بقى اخلص تقطيع وايه وارجع لكم. بصوا بقى هنا، عايز بقى قطعت كده ايه منجيتين، قلت اعصرهم يا ابني زيب. بصوا الخناقه بقى، بصوا الخناقه يعني بين الام وابنها. هنا بقى طبعا طلع عيني والله العظيم، اليوم ده يعني امبارح طلع عيني فيه، وانا كنت تعبانه خلاص يعني بعمل غدا وبعمل حلو وخلاص بقى مش قادره اقف، وهو ما شاء الله مصمم مصمم يفضل للاخر. بصوا بقى منظر العصير بقى وهو نازل على الفاكهه حاجه كده جامده جدا. ولسه ولسه لسه بقى لما ايه يتجرنش كده ويتزوق ويتظبط. وعصرت كمان كده ايه برضو واحدتين من الجوافه وقمت نازله ايه بيها، حاجه كده الجمال عدى الكلام زي ما بيقولوا، روعه. والطعم والله العظيم فظيع. يعني انت كده لو ولادك ما بيحبوش الفاكهه اعمليها بالطريقه دي بجد هيقوموا يخلصوا، يعني ما شاء الله. انا ولادي ما بيحبوش برضو الفاكهه ولا ليهم قوي، بس كده بقى بصوا البسبوسه وجمالها بعد ما طلعت حمرا بقى ولون واحد وحاجه كده ايه عسل، عسل زي العسل اللي نزل على البسبوسه. اول ما بحط الشربات كده عليها لازم الشربات يبقى بارد والصينيه لو سخنه، لو الصينيه بارده يبقى الشربات سخن، معلومه عشان ايه الدنيا تظبط معاكي. كده خلاص بقى هسيبها كده تشرب الشربات بتاعها، وادي كده الحلو بتاعنا جاهز النهارده. انا دايما كده بحب اعمل حلو مع الحادق، يعني بحب ادلع الدنيا كده. ده شكل الفروت سلطات بتاعنا بعد ما خلص. عملت كريم شانتيه كده عادي خالص، ضربته بتلج مكعبات تلج، وابتديت كده والله يا جماعه حتى في كيس، يعني ما عنديش كيس الحلواني عملته كده في الكيس وظبطت الوردات دي. وجبت كمان رمان كده عشان اكسر اللون، قلت انتوا ما بتحبوش الرمان بس هزوق بيه. بس قعدوا يقولوا لي حطيت رمان يا ماما، قلت لهم هزوق اكسر لون بس الاصفر اللي احنا فيه ده. وحطيت كده قطعه بسبوسه من اللي طلعت يعني زي بتاعه بره بالظبط. ويلا بقى قولوا لي رايكم ايه وجربوه وقولوا لي رايكم. وكده شكل الغدا بتاعنا النهارده. الفرن طبعا كان شغال البسبوسه مع الفراخ، بصوا الفراخ بقى طالعه طريه جدا وتحفه جدا، ورز كده اصفر، وعملت بقى سلطة وسلطة طحينة وبس كده. ده كان يومي النهاردة. أتمنى يا رب الفيديو يكون عجبكم ويكون كده أفادكم، وأشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة. لايك وما تنسونيش.